هلا وسهلا، قهوتنا السعودية من الصفر بسويها معاكم. كل ما أصورها تسألوني عنها. أول شي بن القهوة نغسله مرة زي ما تشوفون، مليان تراب وشوائب. نكرر الغسل لحد ما يكون الموية صافية تماما. بعد كذا نجفف البن لمدة يومين ونبدأ بمرحلة التحميص. أول 10 دقايق تتحمص على درجة 160 ونوع البن خولاني. أهم نقطة أنكم تغطونها بال10 دقايق الأولى عشان حبة البن من جوا تكون مستوية ومتحمصة، مو بس تاخذ لون من برا. هذه بنات أهم خطوة. شوفوا شلون قاعدة تطبخ بالبخار نفسه. بعد كذا نشيل الغطاء نخليها تتحمص لمدة 20 دقيقة على درجة 180، وعلى حسب اللون والدرجة اللي تفضلونها. دايما حنا نحبها وسط، لا هي فاتحة مرة ولا هي غامقة مرة. هذه الخطوة سرية من أمي، أخذتها من جدتي الله يرحمها وصارت تسويها. وقت تحميص البن آخر شي ترشون رشة سكر، تكون ماخذة لون بالتساوي وتعطيها لون مميز. طبعا أبدا ترى ما يوضح بالطعم. خلصنا ويا جمال ريحة البيت تبارك الله يفتح النفس. بنات مرة تفرقون شغل القهوة بالبيت عن انكم تاخذونها جاهزة مرة. طبعا نخلي القهوة تبرد قبل لا نحتفظ فيها بالعلبة. احنا نسوي كمية كل شهر وما نطحن الكمية كاملة، لا، على حسب الكمية اللي بنسويها نطحن منها شوي. هنا أخذت قهوة وزعفران وشوي هيل، طحنتها وشوفوا جمال اللون تبارك الله. على موية مغلية نضيف فنجان من القهوة المطحونة لمدة 5 دقايق تغلي على نار عالية. بعد كذا نضيف باقي كمية الموية ونخليها تغلي لمدة 45 دقيقة على نار مرة هادية. هنا عندي هيل مطحون فريش، زعفران، صبيت القهوة وما أوصف لكم تبارك الرحمن جمال ريحتها.